سلام سلام حبيباتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم جمال المطبخ. حبيت نبارطاجي معكم هذا الفيديو تاع اول يوم رمضان. نقول لكم رمضان كريم، يجمعنا بالخير ان شاء الله، وان شاء الله يكون في الخير علينا ويجوز علينا بالصحه والهنا ان شاء الله. حبيبتي هنايا دخلت الكوزينه ودخلت روطار شويه باسكو كنت خرجت وعاودت وليت، ومن بعد قعدت جري يعني واش نقول لكم، لحقت الدقيقه الاخرى، يعني انا كملت وقال الله اكبر. هذه هي حبيبتي، حبيت نشارككم واش طيبت واش درت ملي دخلت الكوزينه. هنايا دخلت 3:30. هنايا حبيباتي بديت بالشوربه كيما العاده والعوايد. هنايا كان عندي جاب لي الزوج شويه تاع اللحم هكذا كما كنتوا تشوفوا، قطعته هكذا قطع. وعندي هنايا حشيش شوربه، وعندي النعناع، البصل هنا درت 2 حبات باسكو انا طيبت تاع 3 ايام ولا 4 ايام، دوك نشوفوا شحال تشد لي. درت حبيبه بطاطا صغيره، واللي يحب ما يديرهاش يستغني عليها عادي. درت 2 حبات زروديه، 2 حبات تاع القرعه. وهنا كنت شمخت الفريك ديالي. شوفوا حبيباتي، انا هنايا طيبت في هاد الطنجره تاع الطين ولا القدره تاع الطين. هنايا انا راني حنميكسي، راني رايحه نربي كل حاجه في هذاك الميكسور، حتى هذيك البطاطا الزروديه القرعه، هادو كامل حنميكسيهم في الاشواغ. شوفوا هنايا بعد ما قطعتهم كامل درت لهم شويه ماء وميكسيتهم. هنايا شعلت الفرن، حطيت القدره ديالي تاع الطين، وجبت هذيك الخضره اللي كنت كامل ميكسيتها. شوفوا انا هاد الشوربه تجي فيها واحد البنه تاع العراس، يعني بنينه ما عندي ما نحكي لكم. جربوها بهذه الطريقه وردوا عليا في لي كومونتير، يعني راح تجي روعه وتجي بنينه وتجي خفيفه، وسورتو كي نطيبوها في القدره تاع الطين. انا كنت قطعت هذيك الحشيش شوربه مع النعناع دي بتيدي هكا كما كنتوا تشوفوا، هادوك ما ميكسيتهمش، قطعتهم دي بتيدي، ودرت شويه تاع الزيت. وهنايا هذيك الطوماطيش، يعني ما درتش تاع الحبه، درت هذيك اللي كنت خدمتها معاكم كي درتها في تحضيرات تاع رمضان. هنا درت هاد البلاره كامل في الشوربه باسكو علاه راني رايحه، يعني هاد الشوربه راهي رايحه تشد لي 3 ايام حتى 4 ايام باش نعاود نطيب. هنايا درت مغرف شويه تاع طماطم مصبره. بالنسبه للتوابل درت فلفل اسود، كركم، راس الحانوت، شويه تاع القرفه والملح وزنجبيل، وهذا ما كان. ومن بعدها حمستهم مليح مليح، ما ننساوش الملح حبيباتي. حمست مليح من بعد مرقتها. هنايا كي نمرقو بالماء سخون. هنايا ديروا لها مغرف تاع السمن ولا تاع لا مارغرين، راح تطلق لها واحد البنه روعه. هنايا تا هذه شوربه اكسبريس، يعني راح توجد تمتم. وهنايا حبيبتي نديروا الحمص تاني. انا هنايا ما كترتش باسكو ما يحبوش بزاف، ونخلطوها هكذا وغلقتها وخليتها حتى غلات مليح مليح. من بعد درت لها الفريك. بعد ما درت لها الفريك خليتها حتى طابت ونحيتها. ومن جهه درت هذيك البطاطا تغلي للبوراك، يعني درت غير شويه، درت 2 حبات برك قطعتهم دي بتيدي. وهنا جبت هذيك لا فيونداشي. شوفوا هنا درت كميه كبيره تاع لا فيونداشي على خاطر حنقسمها على زوج. شوفوا هنا درت فيونداشي، درت معدنوس، ودرت البصل، درت شويه ملح وشويه فلفل اسود برك. هذا واش درت. التوابل نخلطهم مليح مليح، يعني نقعد نحركوا فيهم ولا نفتحوا فيهم حتى يطيب هذاك اسكالوب ولا هذيك شاورما ديالنا، حتى نحلوها مليح هكذا بهذه الطريقه. سينو راح تقعد لكم مشدوده كامل مع بعضها. ومن جهه حبيباتي رحت شمخت هذيك العينه وهذيك المشمش مع الزبيب، درتهم وحدهم، درت لهم ماء مغلي يعني كان سخون بزاف، وخليتهم يتنقعوا فيه. يعني احنا هذه الطريقه اللي نديروها، وراني حنوري لكم طريقه تاع اللحم الحلو اللي نديرو انا على طريقات، يعني يجي بزاف هايل. هنا بعد ما طابت لي البطاطا شديتها ولبستها هكذا. بعديك اللي تلبز البطاطا يعني راح تكون بخاتك هايله هذه. تمتم كملتها. وهنا بعد ما طابت لي هذيك الشاورما ديالي قسمتها على زوج. شوفوا هنا هذاك الماء نقصوا، يعني اللي تلقوا كامل انا نقصت منه. قلت لكم نقصت في ان ريسيبيون ورحت كملت. درت تاع البوراك اللي قعدت قسمتها على زوج، اللي قعدت درتها
في الحشو تاع البوراك درت له تانيك مغرف تاع الفرomاج، ودرت له 3 حبات تاع البيض كنت قليتهم، ودرت شويه زيتون دي نوايوتي وخلطتهم كامل مليح، وزدت لهم المعدنوس خضر هكذاك. ومن بعد بديت نعمر فيهم. هنايا شديت انا هادو تاع الباكيات وقطعتهم اون دو، يعني حبيباتي بعد ندمت اللي قطعتهم اون دو، جاو صغار. انا كي شفتهم كبار، من بعد كي بديت نشكل فيهم حسيتهم صغار بزاف. مي معليش يعني وفاو بالغرض. وانا اصلا نحب تاع الدار، يعني ما نحبش هذوما تاع الماشينه. هنايا خليت بنتي هي اللي ديرهم، انا برك وريت لها كيفاه وصورت معاكم. مي من بعد خليتها كوبيت الكاميرا وخليتها هي اللي كملتهم، وانا رحت ندير طاجين الحلو. يعني دوك نشارككم الطريقه كيفاش طريقتي يعني السهله والرائعه. يعني ما عندي ما نحكي لكم فيها، يعني يخرج واحد الطاجين الحلو روعه روعه روعه، يعني يخرج رائع. اللي حبت تعتمد الوصفه ديالي راني راح نعطيها لها، يعني وصفه رائعه وسهله. تانيك. وهنايا من قبل ما نروحوا نديروا الطاجين الحلو، انا حبيت بعد ما كملنا كامل هذاك البوراك شديت هنايا بورت مونجي ودرت لها بابي هذا، ومن بعد درت النص في هاد العلبه وغلقتهم. زدت غطيتهم بالبابي وغلقتهم وخبيتهم، وخليت غير قسمه نقلي. يعني هنايا خرجت لي 24 حبه، صافي النص درته والنص خبيته. هذه هي حبيباتي. هنايا درت البورتمونجي درته في الثلاجه. من بعد حبيباتي رحت هنايا درت الرز، يعني درت سلطه تاع الرز اللي كانت تاني جات بزاف بنينه. شوفوا هنايا درت نص حبه تاع زروديه، نص حبه تاع القرعه، 2 حبات تاع البيض مغلي، وبطاطا تاع الطون تاع الزيت، ودرت لها المايونيز. وهنايا كنت درت لها مغرف تاع الفرomاج. وهنايا درت لها شويه زيت زيتون، شويه تاع الخل والملح. تقدروا ديروا زيتون دي نوايوتي والمايس وخلطوهم مليح مليح وقدموهم. وهنايا نشارككم في الوصفه ديالي الرائعه اللي راح يخرج لكم واحد الحمل حلو رائع وبزاف هايل. المرقه ديالو تجي بيضه وتجي هايله. هنايا درت كيله تاع السكر، الكيله اللي نكيلو بها السكر نكيلو بها الفواكه المجففه. شوفوا هنايا كيلتهم بين الزبيب والمشماش. كيما هذيك العينه خليتها في الماء، يعني هذيك حنديرها في الاخر باش ما تلقليش الكحوليه، يعني مش راح تولي المرقه ديالي كحله. هنا واش نحتاجو عود تاع قرفه وشريحه تاع الليمون، ونحتاجو نجمه الارض. ونديرو هنايا كي درنا كيله نديرو 3 كيلات تاع الماء. هذه الثانيه ونزيدو الثالثه. قلت لكم ديروا 3 كيلات، كيلة سكر، كيلة تاع الفواكه المجففه، ونديروا 3 كيلات تاع الماء. نديروا شريحه تاع الليمون، ونديروا عود تاع القرفه، ونديروا نجمه الارض. هذه ديروا وحده ولا زوج، يعني حتى تعطي لها البنه رائعه. نديرهم فوق النار نحركهم هكذا شويه، ودير لهم قرصه تاع الملح، ونغطوهم ونخلوهم حتى يطيبوا. بعد ما يطيبوا راني رايحه ندير هذيك العينه في الاخر هكذا، نغطيهم ونخليها تطيب. وانا حبيباتي بعد ما غلات ودخلها طيب هذاك المشماش مع الزبيب، رميت لها هذيك العينه في الاخر وغطيتها وخليتها حتى طابت وخطرت هذيك العسيله ديالنا. وهنا راك رايحين تشوفوها على طبق التقديم. ومن جهه رحت درت لاصوص طوماط تاع دوزيام بلا. هنا كنت نغلي تانيك في البطاطا تاع دوزيام بلا. درت هنايا شويه تاع زعتره وزوج فصوص تاع الثوم، ودرت نص ملعقه تاع طماطم مصبره، ودرت فلفل اسود والملح وشويه تاع الزيت. هذا واش استعملت هنا. هنايا خليتهم حتى طابت، يعني حركتها مع التحريك عشان كيف نحركها، وخليتها حتى طبخت. درت لها هنايا 4 كاس تاع الماء وخليتها حتى طابت. وهنايا بعد ما طابت لي هذيك لاصوص نروحوا نكملوا الطبق تاعنا. هنايا حبيبتي بعد ما غلات لي ديك البطاطا نحيتها قطرتها مليح ورحت لبستها.
يعني لبستها كامل. وهذاك الفيونداشي اللي كنا خليناه رانا رايحين نستعملوه دوكا. شوفوا هنايا نشد كميه من البطاطا وراني ندير هذاك دنداشي اللي كنت خدمته معكم، اللي كنت خليته من البوراك كيما درت الحشو وعمرتهم كامل هكذايا وشكلتهم على شكل دوائر، يعني حتى نكملوا كامل الكميه. هنا واش راح نحتاجو فرomاج رابي ونحتاجو كريمه سائله اللي هي لا كريم فريش. هنايا جبت البلا ديالي ودرت شويه تاع لا كريم فريش هكذا في القاعده وسويتها كامل على السطح. من بعد جبت صوص طوماط، زدت فرغت شويه تاع لا صوص طوماط تانيك ووزعتها كامل على البلا ديالي. من بعد نجيب هذوك لي بول ديالي ونبدا نحطهم كامل في البلا ديالي، نحطوهم كامل. من بعد نزيد نعاود نجيب هذيك لاصوص ونرمي لها كامل من الفوق. كانت فضلت لي تاني هذاك لا فيونداشي ولا دنداشي، كان فضل لي رميته كامل من الفوق. وزدت جبت هذيك صوص طوماط تاني درتها من الفوق. يعني هذا الطبق ولا هذه الكغاطه حتجي هايله وبنينه ورائعه وخفيفه تاني. من بعد شديت هذاك فرomاج رابي رميت لها كامل من الفوق ودرت لها تاني شويه لا كريم فريش من الفوق. وهنايا بعد ما حطيت الطابله، شوفوا هنا حبيباتي هذا هو مع الاخر. يعني الحقت صايي كان راح يأذن، ما بقالوش يأذن. يعني كيفاش حطيت الطابله حطيتها تاع فيت في. هذه هي. شوفوا هنايا درت هذيك السلطه تاع الروز، هذيك الكراطه وهذيك الشوربه الله الله، وشويه تاع طاجين الحلو كما راكم تشوفوا، وهذيك الشربات اللي كنت خدمتها معاكم. واللهم اجعلها نعمه دائمه واحفظها من الزوال. وهذا هو يعني بحاجه قليله، يعني هي حاجه قليله وقعدنا في الكوزينه، يعني ملي تدخلي ما تخرجيش. وهذه هي. وبصحتنا وبصحتكم وشهيتكم في الجنة، ونتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. وهنايا درت معكم هاد الشربات حبيباتي، وراح تلقاو الوصفة في قناتي ان شاء الله. راني رايحة نحطها بعد هاد الفيديو، يعني بأربع أذواق راح تجي روعة. وزدت درت معاهم تحلية، يعني ما نقدرش نحط كل حاجة في فيديو واحد باسكو راح يجي الفيديو بزاف طويل. على هذه راني راح نديرهم فيديوهات وحدهم. وهذه هي. دوك تشوفوا معايا تاني التحليه جات رائعه وبنينه. درت لكم سنيوه عائليه، يعني حجم عائلي اللي راح تجي روعه. وهاد الشربات تاني تجي منعشه. تستنوني في الوصفات ان شاء الله تاع هاد التحليه وهاد الشربات ان شاء الله راهي رايحه تعجبكم. شوفوا حبيباتي ديك التحليه كيفاش جات روعه روعه روعه. هذا هو الفيديو ديالي، نتمنى يعجبكم ونال رضاكم، ونقول لكم صحه رمضانكم وصحه سحوركم. وما تنسوش ديروا لي جيم وبارطاج لا فيديو هكذا باش يطلع. ونقول لكم اترككم في رعايه الله وحفظه الى فيديو اخر ان شاء الله مع وصفات أخرى، ومع نتلاقاو إن شاء الله غدوة. إلى اللقاء.